ونحب نشكر زاد الأستاذ الأسعد الذوادي على ما تقدم به من معطيات وقوانين تنظم يعني العلاقة بين الباعث العقاري والمختلف المتداخلين. اليوم ملف البعث العقاري أو ملف الباعثين العقاريين يعني أصبح من الملفات الخطيرة والملفات المهمة في البلدية. احنا كنا سبق يعني عشنا هذه التجربة مع الباعثين العقاريين في بلدية سكرة، خاصة كونه نسمعوا خاطر ماكم تعرفوا كونه فما هنا يعني تكتم كبير من طرف رئيس البلدية ومن طرف إدارة الأشغال حول العديد من الملفات اللي بعلاقة بالباعثين العقاريين. وكنا احنا يعني جمعنا العديد من هذه الملفات واللي يعني اعتبرنا كونهم ملفات فيها تجاوزات تمس بالامن القومي، تمس يعني حتى بالامور القانونيه، ومع ذلك تحصل عدد من الباعثين العقاريين على التراخيص اللازمه وعلى شهادات انتهاء الاشغال بالرغم من عديد التجاوزات. واخص بالذكر الملف الشهير ملف الباعث العقاري الذي اعتدى على الحناية الرومانية بمدينة سكرة، واعتدى عليها اعتداء يعني فاحش، واعتدى على آثار ويعني آثار وتراثنا وتراث أجدادنا وتراث أولادنا. وتعديت يعني المسألة وتعدى الملف ولم يتم يعني إلى حد هذه الساعة وعلى حد علمي ما فماش محاسبة لهذا الباعث العقاري. هذا الباعث العقاري بنى 9 عمارات في مدينة سكرة بتجاوزات مختلفة مست يعني الارتفاع متاع العمارة، تجاوز في الارتفاع، تجاوز في عدد الطوابق، يعني عدد الطوابق المخول باش يبنيها والمرخص بها يعني تجاوزها بطابق آخر. وتشوفوا يعني الطابق على كل 9 عمارات شوفوا قداش باش يربح الباعث العقاري هذايا، وشنو ما يعني الانعكاسات على السكان، على حركة المرور وما تبعه. كذلك عنده الباعث العقاري هذايا يعني تجاوز على مستوى الأماكن المآوي، لم يقم ب يعني ترك مساحة خضراء. أمام هذه التجاوزات ماذا فعلت رئيس بلدية سكرة؟ وبإعانة وبتواطؤ مع إدارة التهيئة العمرانية والأشغال ببلدية سكرة حاولوا تسوية الوضعية. بمعنى تسوية الوضعية يعني اليوم أنا نخالف كباعث عقاري، في المقابل نمشي للبلدية نقول لهم هاو نعطيكم أرض، يعني هذه مقابل هذه التجاوزات. كأن رجعنا لزمن المقايضة معناتها. هذا في إطار المقايضة، والمقايضة يعاقب عليها القانون. يعني بالرغم من هذه التجاوزات الكل يعني حاولوا رئيسة بلدية سكرة وإدارة الأشغال، وهذا الملف موجود عند القضاء هو للعلم، يعني العديد من الملفات قمنا بإيداعها عند القضاء، وهذا يعني احنا إيمان منا بمؤسسات الدولة ودولة القانون. علما وأنه الباعث العقاري كيفاش قلنا اعتداء، نرجع شوية على الاعتداء على الآثار، وهذه جريمة وطنية راهو. يعني اليوم كي نعتديوا على الآثار يعني ايش ياخذ المنطقة الأثرية كله، هناك مراسلات، ما نحكيش من فراغ، هناك مراسلات من المعهد الوطني للتراث ومن وزارة الثقافة تقول كونه البنية راهو فيها تتعدى على الخط نتاع الحناية، وبالتالي لابد من أخذ بعين الاعتبار بهذا بوجود الآثار. ايش عمل الباعث العقاري؟ كسر الحناية الرومانية، كسر الحجر نتاع الحناية الرومانية وحطوا يعني هكا في شكل أكداس أمام، وموجودين لليوم قدام البناية، حطوا في شكل أكداس أمام البناية، أمام العمارات الشاهقة اللي بناهم ومس من تراثنا من تراث أجدادنا. علما وأنه نفس العملية تمت مع أحد الباعثين العقاريين الآخرين اللي موجودين في مدينة سكرة، وتم نقل الحجر متاع الآثار متاع الحناية من أمام البناية متاع السيد هذا باش يكون هو ياخذ راحته، ورفعها وتحويلها بأخذ يعني بقرار من رئيس بلدية سكرة
وبالشاحنات تم تحويل آثار الحجر، نقلوهم من مكان وحطوهم قدام المقبرة اللي معروفة مقبرة سيدي عبد الله بمدينة سكرة في دار فضاء. يعني هذا الاعتداء. ثم أمام هذه كل الاعتداءات احنا الحقيقة كان لنا العديد من التدخلات في هذا الإطار في هذا المجال، وتوجهنا إلى وزيرة الثقافة الحالية بنداء عن طريق وسائل الإعلام، ونجدد لها اليوم ندائي، باش نجددوا لها ندائي من خلال يعني هذا المنبر. توجهنا لها بنداء وتحولت على عين المكان في شهر جويلية الفارط. لهنا بين قوسين النداءات لهنا، حتى انا وصلتني نداءات من مواطنين في سكرة غايرين على المنطقه نتاعهم، وعبيد تقرا في الاركيولوجي تقرا معناتها لا جيولوجي ويفهموا القيمه معناتها الاثريه من قبل معناتها رمضان للامانه. وصلت العديد من مواطنين عاديين ماهوش مسؤولين، عفاف راهو كذا كذا شيء يدمي القلوب، علاش ما تحكيوش على موضوع كذا كذا. هذا بين قوسين النداءات ما كانتش من عند العبيد المختصين فقط والقراب للدوله والمؤسسات، حتى من المواطنين العاديين. تفضل سياسي. ثم كما قلت لكم تحولت وزيرة الثقافة على عين المكان في شهر جويلية الفارط، ومصحوبة بالأمن، وتمت مصحوبة بمعتمد المنطقة وبالمندوبة متاع الثقافة آنذاك، وعاينوا الاعتداء الفاحش على الآثار الرومانية ويعني على الحناية الرومانية. عاينوا وتم فتح بحث عدلي. لكن إلى يومنا هذا ومن خلال منبركم هذا نتوجه إلى السيدة وزيرة الثقافة، هل تمت محاسبة هذا الباعث العقاري؟ هل تم تحديد المسؤوليات ودور البلدية ودور إدارة الأشغال ببلدية سكرة؟ كيفاش تعطي تراخيص وتعطي يعني شهادات انتهاء أشغال لباعث عقاري اعتدى ويعني قام ببناءات على الحناية الرومانية؟ هذا كل يعني إلى يومنا هذا ما زلنا ننتظر، خاطر أملنا كبير بالطبيعة في مؤسسات الدولة، ما زلنا ننتظر القضاء باش يقول كلمته، وما زلنا ننتظر زاد الأبحاث التي تمت يعني فتحها في هذا الإطار إلى وين وصلت، وأعطيونا وين وصلت هذه الأبحاث.